سهير فخري هي بطلة حلقتنا النهاردة، وهي الشخصية الحقيقية لزوج السيد عثمان المغازي في مسلسل سوق العصر، اللي طلقها سكرتير المشير من زوجها علشان يتجوزها. من الوجوه الجميلة اللي تنبأ لها النقاد والجماهير بإن هي هيكون لها شأن كبير، ولو كانت استمرت في طريقها في الفن لكان لديها جمهور كتير، وكانت بقت أكبر نجمة في الوسط الفني. فالفنانة رغم انها سطعت وتألقت لكنها اختفت بعد ظهورها وهي طفلة. هي من مواليد 1943، بدأت التمثيل في فيلم خلود مع المخرج عز الدين ذو الفقار سنة 1948، وكما اشتغلت في الأفلام وتوالت أعمالها زي فيلم من غير وداع واشهدوا يا ناس. وابتعدت الفنانة سهير فخري عن الشاشة ورجعت وهي عندها 13 سنة، وتزوجت الفنانة من السيناريست والكاتب الروائي محمد كامل حسن، اللي ألف قصص بوليسية كتير جدا للإذاعة، وعاش معاها أيام سعيدة إلى أن انقلبت حياتهم رأسا على عقب، وتحولت حياتهم إلى جحيم منذ أن رآها سكرتير المشير عبد الحكيم عامر ويضع عبد المنعم أبو زايد، حيث رآها السكرتير سنة 1965 أثناء كواليس فيلم أجاز الصيف، وحين علم أبو زيد إنها متزوجة من محمد كامل حسن المحامي والسيناريست طلب منه إنه يطلقها لكنه رفض، ثم تم القبض عليه بتهمة عدم سلامة قواه العقلية وأودعه بمستشفى الأمراض العقلية. ومن ثم أجبروا سكرتير المشير أجبر الفنانة على رفع دعوى قضائية لطلب الطلاق من زوجها، وهو ده فعلا اللي تم. وبعدها بعد خروجه من المستشفى بعد 4 سنوات وتم نقله للبنان وتوفى هناك. أما عبد المنعم أبو زايد فانتهى به الحال في السجن قبل النكسة بأشهر قليلة، حيث ألقى القبض عليه بعد أزمة سياسية شهيرة كان بطلها هو وعلي شفيق وشمس بدران حول صراع على رئاسة مكتب المشير عبد الحكيم عامر. وفي النهاية تزوجت سهير فخري مرة أخرى من خارج الوسط الفني، وأنجبت ابنها تامر الصراف وهو زوج الممثلة رانيا فريد شوقي. ورحلت عن عالمنا الفنانة الجميلة يوم 25 سبتمبر 2018 عن عمر يناهز 75 عام بعد صراع مع المرض. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، ونرجو من حضراتكم ما تنسوش دعمنا بلايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة ونفعل الجرس على الكل ليصلكم كل جديد وحصري من القناة.